يا اهلا بيكم، منورين يا رب، منوريني كده على طول. اللي ما يعرفنيش انا فاطمه بدران، وده فايده وتسبيحه. الفيديو بتاعي النهارده مش هيكون تسبيحه زي كل مره، يعني بمعنى اصح مش هيكون دعاء بنتعلمه زي كل الفيديوهات اللي فاتت، هيكون فايده. يعني ايه فايده؟ يعني هنتعلم حاجه او هنتفق اتفاق. كلنا بنجيب هدايا سواء بمناسبه او غير مناسبه. البني ادم اللي من وجهه نظره ان الهدايا دهيت مش بيقتنع بيها، ومش من وجهه نظره اصلا ان الهدايا دي حاجه حلوه، او ان هو ما حد حتى كمان بيجي له بيته ما بيحبش يستضيف حد، الفيديو مش ليكوا. ايه في الفيديو عشان بس نبقى متفقين من الاول. الفيديو للناس اللي بتجيب هدايا، تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هنتفق اتفاق صغنن قوي. انت لما بتجيب هديه بتجيبها ممكن تبقى رد مجامله، يعني حد جاب لك هديه فانت عاوز تردها له، او لايا كان لسبب او لغير سبب. طيب هنعمل ايه؟ وانت بتجيب هديه هتعمل حاجه صغنونه خالص. هنتفق ان احنا هنعمل حاجتين، او بمعنى ادق يبقى جواك حاجتين وانت بتشتري الهديه. ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه انك تكون في نيتك انك تدخل السرور على قلب مؤمن. يعني ايه؟ يعني تفرحه، ان انت في نيتك ان انت وانت بتديله الهديه دي او انت بتجيب له الهديه دي عشان تفرحه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك تبقى حاطط في بالك ان كل مره يستفيد بيها او يستعملها ويستخدمها تبقى في ميزان حسناتك. فانت لما هتجيب الهديه بالنيتين دول انت كده هتبقى بمثابة صدقة جارية، يعني كل ده هيصب في ميزان حسناتك بعدين. انت لما بتجيب الهدية بنية انك تفرح اللي قدامك، وانك تبقى عايزه يبقى مبسوط وفرحان وبيتحس. يعني انت لما بتجيب هدية، حد يكون جايب لي هدية وحاسة ان هو تعب ودور عشان يفرحني بيبان. ولما تكون جايب هديه وخلاص عشان مجرد ان انت تشيلها من فوق ودانك ولا من كتافك، يعني تريح نفسك وخلاص عملت اللي عليك، بيبان بيتحس على فكره. فلما تجيب هديه كل الشعور اللي انت بتجيبه وانت بتجيب هديه، كل الشعور اللي بتبقى وانت بتنقل الهديه دي بيوصل. وايه بس كده. فلما تعمل حاجه اعملها بنيه انها تدخل في ميزان حسناتك، يبقى ميزان حسناتك بيعد حتى لو كانت هديه. وبس كده. لو الفيديو كان بالنسبه لك مفيد يا ريت تعمل لايك وشير عشان الفيديو يبان للناس التانيين ويشوفوه ويستفيدوا هم كمان، مش انت بس اللي تستفيد. ولسه مش مشتركين عندي على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، وقناتي على اليوتيوب، يشرفني بمتابعتكم. وبس كده. سلام.